السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا احكي يا فنان. النهاردة بنستكمل سلسلة حلقاتنا عن نجوم الظل المنسية في السينما المصرية، ونجمنا النهاردة هو ابن كبير الرحمية جبلي. نجمنا النهاردة هو الفنان السيد بدير. في ناس كده اتخلقوا للفن، يروحوا وييجوا هم بتوع الفن. يعني هو دخل كلية الطب البيطري في وقت كانت الابتدائية بتخلي صاحبها أفندي والبكالوريا تخليه بيه، مع ذلك ما عرفش غير انه يروح يدور على التمثيل. السيد بدير اتولد في الشرقية وبالتحديد في 11 يناير سنة 1915، وابوه كان مدرس وجي اشتغل في مدرسة رقي المعارف. كان مدرس العاب على فكرة، ولما ندهت السيد على ارض مصر المحروسة دق باب الفن. البداية كانت كمترجم، زائد انه بيحرجم على التمثيل، فادوله دور في فيلم تيتا وونج بطولة أمينة محمد وحسين صدقي. أمينة محمد على فكرة كانت حكاية وقصة كبيرة. المهم السيد بدأ ياخد أدوار صغيرة هنا وهناك لحد ما خبط في صلاح أبو سيف. أبو سيف شاف إنه ينفع يكتب سيناريو، فطلب منه يكتب له فيلم دايما في قلبي، فكتبه. وهو كان مشهور بالسرعة في الكتابة، يعني مرة كان مسافر اسكندرية كتب سيناريو في القطر وهو رايح وسيناريو وهو جاي، بيقولوا كده، وممكن طبعا تكون مبالغات. نجح الفيلم وبدأ السيد بدير يبقى مؤلف مطلوب ويركز في ده أكتر من التمثيل، اللي كانت بصمته الأبرز فيه هو شخصية عبد الموجود ابن كبير الرحمية جبلي، اللي هي شخصية كوميدية عن الريف الساذج، بس كانت جامد مع الجمهور. مهم اقولك ان مبتكر الشخصية دي هو العظيم المخرج عباس كامل. كون السيد بدير ومحمد التبع وعمر الجزاوي ثلاثي رائع ما يتنسيش، وظهروا في افلام كتير، منها ابن زوات مع اسماعيل ياسين ونجاح سلام، ولسانك حصانك مع شادية وكارم محمود، وخد الجميل مع سامية جمال وعبد العزيز محمود، وحضرة المحترم مع زهرة العلا وكارم محمود. الافلام اللي كتبها او شارك في كتابتها السيد بدير ما كانتش هفا، يعني منها مثلا فيلم أنا حرة، وجعلوني مجرما، ورصيف نمرة 5، والقلب له أحكام، والطريق المسدود، وصاحب الجلالة، ولوعة الحب، والوسادة الخالية، والفتوة، وبائعة الخبز، وأبو حديد، وغيرها. ده كمان غير إنه اشتغل مسرح كتير. مشيت الحياة مع السيد بدير وراح الإذاعة، وكان واحد من الوحوش فيها، خصوصا وحوش الكتابة. محدش يقدر يعد الأعمال الإذاعية اللي كتبها. إذا كان الراجل بيعمل سيناريو فيلم في القطر بين مصر واسكندرية، يبقى بقى السهرة الإذاعية أكيد بيكتبها وهو بيحلق دقنه. من التمثيل لتأليف الأفلام لتأليف الإذاعيات، ثم الإخراج للإذاعة والإخراج للمسرح، وأعمال أغلبها ناجح. إيه اللي يمنع سيد بدير إنه يخرج سينما؟ وبالفعل أخرج أفلام سينما، منها أرملة ليلة الزفاف، غصن الزيتون، المجد، عاشت للحب، سكر هانم، أم رتيبة، عمالقة البحار، وكمان ليلة رهيبة لشكري سرحان وشريفة فاضل. بمناسبة ليلة رهيبة، هو كان متجوز من بره الوسط الفني ومخلف عيال كتير، لكنه لما شاف شريفة فاضل حبها واتجوزها. هي كانت متصورة انه هيساعدها، وهو كمواطن شرقي جه من الريف كان على العكس بيحاول يحجمها. خلف من شريفة فاضل ولد سماه على اسمه سيد بدير، ثم جه يعمل ليلة رهيبة، وده اصلا كان تمثيلية إذاعية، ودي كانت عادة منتشرة جدا ان العمل الإذاعي اللي يعلق مع الجمهور يحولوه سينما على طول. شريفة فاضل كانت متصورة انه اكيد هيديها دور البطولة، بس هو اداها حاجة تانية، اداها ورقة الطلاق لما اختار واحدة غيرها، فهي شاطت واعترضت. فاعتراض على اعتراضها رمى عليها اليمين. ثم بعد سنين ابنهم هيدخل الجيش ويموت في تدريبات عسكرية فترة 73، فهي تغني الغنوة الشهيرة أم البطل. يستمر السيد بدير في النشاط الفني بكل أنواعه لحد ما توفي نص الثمانينات كده، وبالتحديد في يوم 30 أغسطس سنة 1986 وعمره حوالي 71 سنة. وبعد وفاته بكام سنة هيروح ابن تاني من ولاده، هو سعيد السيد بدير، اللي كان عالم صواريخ، واتقال كلام كتير وقتها على انه اتقتل بسبب ابحاث كان بيعملها، والموساد متورط طبعا، وكم من علماء تم اغتيالهم على ايدي الموساد. السيد بدير ما طلعش مجرد ممثل زي ما كنا فاكرين بياخد ادوار صغيرة في
الأفلام. السيد بدير مترجم ومؤلف ومخرج وكاتب سيناريو وكاتب حوار وكمان ممثل. السيد بدير طلع حكاية كبيرة ورا أفلام كتير، ورغم ذلك مات دون أن يشعر به أحد. شأنه شأن كثير من نجوم الظل المنسية في السينما المصرية. خلصت حكاية أبو الشهيدين السيد بدير، ومعاها تخلص حلقتنا النهاردة، لكن حكايتنا لسه ما خلصتش. وقبل ما نختم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير كمان. واستنوني إن شاء الله، ويوم جديد ونجم جديد وحكاية جديدة. واحكي يا فنان.